اقوى سوق فعلا هو السوق المصري، استهلاك رهيب. عامل ضجة كبيرة وعبده الأمير في كل مكان وعبده الأمير في كل مكان. ما هو الفكره كلها الشغلانه بتاعتنا دي لازم حته الاستمراريه. النهارده انت داخل عند عبده الامين، انت داخل توكيل. وفي حاجة اسمها بروتكشن بيلم تراب. البروتكشن ده اصلا ما بيوقفش تراب على العربيه، عشان هو الملمس بتاعه ناعم خالص. بس بره في دبي، يعني لما سافرت دبي ودرست السوق، الناس بتحطه عشان الشمس. أنا رحت حكيت الباب، حلو، فهنغير الحتة بتاعت الباب هنغير القطعه بتاعت الباب. من غير فلوس. انا عندي من غير فلوس. انا بقول لك، انا العميل بتاعي مش عميل اللي هو راح يفيم عربيه. النهارده العميل بيجي لعبده الامين هو خلاص واثق في عبده الامين. ده عمل ركود في المبيعات أو السوق مش أحلى حاجة. انا فاكر ان انا احلى وقت اشتغلت فيه واقوى وقت اشتغلت فيه لما كان الدولار ب 70 جنيه. العميل عنده الفكر يقول لك لا، طالما العربيه بتنزل هتنزل اكتر، طول ما واحده عاليه يبدا يشتري. يشتري. اه، إيه الموقف اللي مش هتنساه وتعلمت منه حاجة في حياتك وقت ما نزلت السوق مع الحاج الله يرحمه؟ كان كلمه كده ابويا الله يرحمه كان يقول لك كلمه انا ما انساش لحد الان وبنفذها. يقول لي انا عايزك تبقى باشا وفي نفس الوقت معلم. ايجي بودكاست بزنس. اهلا بيكم في بودكاست جديد من ايجي بودكاست بيزنس. ضيف النهارده واحد من الاسماء الكبيره اللي لمعت في مجال حمايه العربيات ومجال افلام الحمايه. اسمه بقى كبير ومهم وانتشرت فروع كتير ليه في مصر. ضيف النهارده رجل الاعمال عبده الامير، منورني. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ انا زي الفل، انت عامل ايه؟ عامل ضجه كبيره وعبده الامير في كل مكان وعبده الامير في كل مكان. ايه الفكر اللي جالك ان انت تروح بفكره افلام الحمايه للمنطقه دي؟ طبعا انا مبسوط ان انا معاك طبعا. ده شرف ليا. انت اخويا يعني، ده شرف ليا ليا. ان انا ابقى معاك. الضجه اللي انا عاملها طبعا في افلام الحمايه. انا من زمان انا شاطر في حته الماركتنج. انت انا خلي بالك، خريج انا اعلام. انا ده باعلام. انت اه، انت جاي تنافسنا. ايوه، لا ما اقدرش، لا ده انت الاصل يعني. آه، فطبعا الحمد لله انا كان اساسي اكسسوارات عربيات. اوكي. وطبعا كان والدي الله يرحمه بقالنا 50 الله سنه في يرحمه. مهنه اكسسوارات العربيات. وحته افلام الحمايه دي انا طورتها واشتغلت فيها بقوه. يعني انا كان اساسي طبعا طنطا. اه. وكنت شغال افلام الحمايه والاكسسوارات في طنطا. فطبعا ما جيت القاهره من مثلا من 6 سنين هنا، اشتغلت في افلام الحمايه وطورت الحته دي. وكنت شاطر في حته الماركتنج زي ما بقول لك. النهارده انا وصلت لمرحله اللي انا ازاي اعمل كامبين على الشغل بتاعي. النهارده مثلا ما تيجي تشوف مراكز افلام الحمايه، اي حد يقول لك ايه، شوف المركز بتاع او شركه افلام الحمايه اللي في الشارع كذا. صح. ما صح حدش كده، عارف ما حدش عارف ما غير حدش عارف فرق الاسم اسامي. بتاعها ايه. صح. النهارده انا عملت براند نيم ليه، اسم عبد الامين. حصل. انت فاهمني، قوت الحته دي جدا. اشتغلت عليها بقوه، صرفت عليها كتير في السوشيال ميديا، بحيث ان انا اوصل الناس تقول لك احنا رايحين افلام الحمايه عند عبده الامين. بس فدي الحته اللي الحمد لله انا عرفت ايه اطورها يعني. فايدة افلام الحماية للعربيات؟ فيلم الحمايه ده هو حاجه عامله زي السكرينه بتاعه الموبايل. النهارده طول ما السكرينه محطوطه على الشاشه كويس، مفيش تجاريح ولا في اي حاجه، هي نفس الحوار كده في العربيه. طول ما السكرينه محطوطه على العربيه ولا بتتخربش ولا لونها بيتغير ولا بيحصل لها اي حاجه، تفضل العربيه زيرو لمده 10 سنين زيرو. وهل لازم عشان هركب بروتكشن او افلام حماية لازم تبقى العربية زيرو وما تبقاش رشت قبل لا، كده او لان انا سمعت ان لو العربية رشة ممكن الفيلم لما نيجي نشيله يطلع ده حقيقي، بالبوية، صح ده كده؟ حقيقي. هي طبعا لازم العربيه تبقى جديده، مش لازم زيرو، بس العربيه تبقاش رشه. ما تبقاش رشت قبل كده. لازم العربيه تبقى فابريكا. فطول ما العربيه فابريكا، لا الفيلم الحمايه طبعا بيحميها. بس طبعا لو رشه، اما تيجي تشيل فيلم الحمايه تشيل البوت. طب فكرة إن اللي بيحصل في سوق العربيات دلوقتي وهو كله ملمس في بعضه، تمام. فكرة إن هل في فعلا ركود برغم إن في تخفيضات كتير على العربيات وماركات جديدة دخلت السوق، ده عمل ركود في المبيعات أو السوق مش أحلى حاجة؟ بص، احنا طبيعتنا كشعب احنا بنتاثر بحته السوشيال ميديا قوي. النهارده لو نزل حاجه على السوشيال ميديا يقول لك ايه، ده الاسعار نزلت. النهارده بيفضل مثلا العميل يقول لك لا انا مش هشتري لحد ما الاسعار تنزل. يقعد يقول لك مش هشتري لحد ما الاسعار تنزل. لحد ما هوب الاسعار تعلى تاني، اه. يشتري بقى. يعني لما الاسعار تعلى الزبون يشتري. يخاف يقول لك هتعلى. يخاف يقول لك هتعلى لا اشتري. بس طول ما برغم ان الفتره دي خلي بالك الاسعار نزلت بقوه جدا أيوه، عملوا تخفيضات كبيرة أوي، ده ب جدا 400 و 500 جدا. ألف يا على باشا انا العربية. عامل النهارده تخفيضات عندي على افلام الحمايه. طبعا عشان طبعا ما انا شايف اللي فيه ركود في السوق، ما انا لازم شغلي تحرك بيعتمد السوق. على المعرض اللي هو يبيع العربيه. طب المعرض وقف النهارده، انا بهدي شويه. طبعا مفيش عربيات فطبعا جديدة داخلة. مش عربيات جديد، فطبعا برجع اعمل مثلا خصم قوي. فبرضه العميل عنده الفكر يقول لك لا، طالما العربيه بتنزل هتنزل اكتر،
طول ما واحده عاليه يبدا يشتري. يبدا يشتري. اه يعني انا فاكر ان انا احلى وقت اشتغلت فيه واقوى وقت اشتغلت فيه لما كان الدولار ب 70 جنيه. اوف. ايه طبعا ده كانت الدنيا صعبه في المبيعات احلى، بص واوفر احلى وقت، برايس لا وحاجات. خالص، احلى وقت واكتر وقت مسكت فيه فلوس اما الدولار كان ب 70 جنيه. لما الدولار نزل 47 النهارده ولا 48 آه. السوق هدي. الناس بتخاف من الناس بتخاف من يعلى. يعلى تاني. يقول لك لا يعني اما ينزل يقعد ينزل يقول لك هينزل اكتر، هوب مره واحده يعني يبداوا يشتروا. بدايه دخولك افلام الحمايه دي دخلتها ازاي وجبتها منين؟ الموضوع مش سهل يعني. انا لما الموضوع مش بشوف سهل، الحاجات وهي بتتركب، ده قطر رايحه صنعه العربيه صنعه. واقل غلطه في عربيه زيرو تبقى كارثه مع الزبون يعني. بص طبعا، بص يا احمد، الحمد لله انا عملت ضجه في مجال افلام الحمايه. يعني اللي انا عملته في افلام الحمايه كان موضوع الحمد لله بفضل الله، كان محدش عمله قوي ولا حد عارف يعمله لحد الان. النهارده انا كنت صنايعي في المهنه دي. يعني انا بتعرف تركب بايدك؟ طبعا طبعا. وكنت بشتغلها في الشارع في طنطا. فعارف اللي يقول لك ايه، اللي الراجل ده جايبها من تحت قوي. انا كنت اشتغلت المهنه دي في الشارع. وعرفت انك اتعلمتها منين؟ طبعا طيب اذا كانت الحاجات دي اتعلمتها. مش موجوده انا عندنا. لا انا كنت غاويها من الكلام ده من 15 سنه. هو بدايه افلام الحمايه مثلا من 15 سنه، من 17 سنه. اول بس مره ما يعني ما كانش، كنتش اعرف، كنتش اسمع عنها في الوقت ده. بس ما كانش بالقوه دي دلوقتي. فانا النهارده كنت شغال المهنه دي بايدي من 15 سنه. فما وصلت الحمد لله بفضل الله اللي انا بقى عندي براند عبده الامير. عندي الحمد لله 9 فروع على مستوى ما شاء مصر الله. كلها. ما شاء الله. لا انا فاهم ازاي انا طورت المهنه دي، قوتها ازاي. بدات استورد خامات ليا، بدات اعمل براند ليا اللي هو بروفيجن، دي خامات الماني. بدات اعمل البراند ده باسم عبده الامير، ممنوع ينزل مصر الا على عبده الامير. فالحته من دي المانيا. طبعا، اوكي. فالحته دي قوتني في مصر يعني. النهارده العميل بيجي لعبده الامير هو خلاص واثق في عبده الامير. النهارده انت جاي الاسم، يبقى يوم ما يحصل فيه مشكله هو الشركه خلاص هي اللي هتعوض. غير لما تروح في مكان تاني، مثلا يحصل مشكله مكان، انت وصل لمرحله ان حرفيا الكلام ده حصل ايه، ان اللي كان عنده محل يفتحه يكتب عليه افلام حمايه، صح. يعمل عربيتين ثلاثه ويقفل ويمشي. خلاص بقى اللي باظ باظ خلاص واللي اللي راح باظ راح. باظ بقى خلاص. فانت النهارده العميل بتاع البروتكشن او الافلام الحمايه عايز مكان موثوق. ايوه هو عميل بيتعامل بثقه، هو عايز حد ثقه. مش عبده الامير بس، في اماكن تانية فيها ثقه، بس النهارده هو بيروح للاماكن اللي فيها الثقه. ليه؟ النهارده العميل بيجي يدفع مبلغ كبير وبيحافظ على العربيه بملايين. وانت صح. النهارده في خامات اصلا تتحط على العربيه تيجي تشيل بويها. ايه ده؟ ده في كلام كده، حاجات اللي هي الضرب بقى المضروبه اللي بيقولوا عليها. طب ودي الزبون يعرفها منين؟ يعني انا اعرف ما منين انا؟ تتعرفش، يعني انا هلبس وبعدين ابقى خلي احلها بالك ما ربنا. تتعرفش نهائي. اصل انت الخامه المضروبه زي الاصلي بالظبط، فالاتنين اما يتحطوا ولا يبان اي حاجه. بس وقت الشيل وقت الشيل المصيبه بقى. هي دي المصيبه. فالنهارده العميل بقى واعي للحته دي. الكلام ده من 4 5 سنين العميل ما كانش يوعى للكلام ده. النهارده العميل واعي، النهارده عارف اللي هو رايح لعبده الامير راجل ثقه. يوم ما يحصل حاجه لا هو الشركه دي هتشيل. انت فاهمني؟ ده موضوع كبير موضوع اصلا. كبير، موضوع. عربيه تبوظ يعني ايه بويه تطلع؟ النهارده العربيات دلوقتي اقل عربيه ب 2 و3 4 مليون جنيه. صح. انت النهارده ما يحط لها فيلم حمايه مثلا سي ب 50 ولا 70 ولا ب 100,000 جنيه، هو بيحافظ على العربيه. طب انت صح. بقى يجي بقى يشيل الفيلم ما يلاقيش باظت، عربيه. ما يجيليش عربيه خلاص شكرا. فالعميل فاهم الحته دي دلوقتي. طب إيه غير ان يبقى المكان موثوق؟ يعني اطمن ازاي وانا رايح احط عربيه حاطط فيها شقه عمري؟ بص النهارده فيلم الحمايه لازم مكان موثوق وشركه قويه. النهارده في ناس كتير، يعني مثلا النهارده مثلا لو انا بعمل مثلا فيلم مثلا ب 50,000، واحد جه عامله ب 20,000، طب ما اكيد مضروب. مش منطقي يعني. اكيد مضروب. واحد عمله ب 30,000 مضروب، واحد عمله ب 40,000 مضروب. انت النهارده لما بتيجي تلعب الفروقات حاجات بسيطه 1000 2000 3، لكن مش بال10 ولا مش 20,000. بال50%، اكيد مضروب. فانت النهارده العميل خلي بالك هو عارف الحته دي، فاهم الحته دي، فلا ما بيروحش للسكه التانيه. طب انت لما بتجيلك عربيه بتعرف تعرف دي رشه ولا مش رشه طبعا وبتستلمها عندنا الاجهزه طبعا، عندنا استلام. انا زي ما قلت لك اللي انا عملت تحول في مجال البروتكشن. النهارده انت ما تخش مثلا مكان البروتكشن تخش بتلاقي مثلا مدير فرع، بتلاقي مثلا حد يستلم عربيه. لا انا عملت عندي هيكله شركه كامله. الحمد لله انا عندي 1200 موظف في ما الشركه شاء عندي. الله. ما شاء الله. عندي مدير فرع، عندي اوبريشن،
عندي مشرف صاله. انت طبعا عندك بقى كل حاجه زي كل التوكيل. حاجه هو توكيل. النهارده انت داخل عند عبده الامين، انت داخل توكيل، مش داخل مركز ولا داخل شركه، انت داخل توكيل. زي ما بيقولوا الغلطه بحساب، انت فاهمني. فطبعا ما بيخش العميل، وطبعا بنستلم منه العربيه، كمدير بياخد العربيه بيسلمها للاوبريشن، الاوبريشن يستلم العربيه يسلمها مدير الصاله، مدير الصاله يجهزها ويديها للصنايعي. فانت بتبقى داخله في كذا مرحله. وناس بتراجع ورا بعض. طبعا طبعا دي بقى الحته اللي قوت اسم عبد الامير، اللي خلت العملاء النهارده على مستوى مصر كلها لا يقول لك بروتكشن روح لعبد الامير. الحته دي الحمد لله ميزتني. طب إيه اللي خلاك من البدايه خالص سبت الاداب والاعلام والحاجات اللطيفه دي وقررت تخش في المجال بتاع شغل الوالد بتاع تمام. الاكسسوارات؟ وانت يعني ده اداب واعلام وكله بيبقى عايز يطلع على الشاشه ده وعايز حقيقي. يروح احنا كان عندنا في طنطا قناه اسمها قناه 6. اه طبعا. اه وجالي شغل فيها بعد الكليه. طب ده حلو. اه وانا كنت من الناس الشطار، يعني انا كنت في الثانويه العامه كنت شاطر، في الكليه كنت شاطر. بس انت عارف بقى الوالد اما الاب يبقى راجل معلم في السوق وعايز اه ابنه يطلع معلم زيه، فكان يقول لك لا انت لحد تاخد الشهاده. عارف انت الفكر بتاع الناس بتاع اللي زمان خدت ده، الشهاده انت تعالى بقى معاك انزل الشهاده بقى تعالى معانا. انزل لي بقى السوق. فانت الموضوع ده كان غصب عنك لا يعني؟ لا انا بحب يعني التجاره جدا. انا عارف، بس لو رجع بيك الزمن هتقرر انك تروح لا ابقى تجرب في في التجاره. الاعلام اه ولا ابقى في التجاره. مش هتجرب؟ ليه؟ احنا اتربينا وتعودنا ان انا ابقى حر نفسي. اوكي. النهارده انا في تجارتي وفي شغلي. طمنتني المهم ان انت مش اه لا طمنتني. لا يا باشا، طمنتني ده انك الاصل، ده انا مش جاي ده انا عندنا ده انا يعني. بتعلم منك لا يا يا ابني ريس، والله، تعلم لا مني والله ايه؟ يا وانت اللي حبيبي. انت عملته في ده البروتكشن ده تخليت الموضوع في حتة تانية. لا لا الحمد لله. انا عايز اقول لك اللي انا كان ابويا الله يرحمه كان الله يرحمه. راجل معلم في المهنه قوي، وعلمني يعني ايه التجاره باصولها. عارف انت زمان الناس تقول الناس لك ايه؟ المحترمة دي. ايوه اه التجاره باصولها. عندهم شرف اللي في في ايوه في في الشغل. اصول في التجاره ما تعدهاش. يعني انا حضرت زمان. النهارده كان يوم الصبح مثلا ما استفتحش، مم. اللي جنبي استفتح او انا استفتحت، اللي جنبي لسه ما استفتحش، ابعت له زبون عشان يستفتح. عارف انت الحته دي؟ لا والله. اه انا حضرت الكلام ده، وابويا علمني الحته دي. يعني كان ده ابويا بجد؟ علمني لا حقيقي. ويعني ايه النهارده مثلا زبون جاي من محل جنبنا جاي يشتري عندي حاجه، ما اسالهوش انت جايب دي بكام، او هو يسالني انا عندك دي بكام. لا خلاص، طالما المكان التاني استرزق خلاص ما حدش يتدخل في رزق حد. يعني انت فاهم طبعا، انت بتشوف بقى الايام دي لا والفتره مفيش دي. الكلام ده يا باشا يا كله حاج. بيخبط. مفيش الكلام ده يا حاج. ايه كله ده؟ بيخبط يا انت باشا. عملت دي عند عند عبده الامين ده ازاي؟ بايظه. دي طب بايظه انت شفته؟ اه. طب انت شفت الخامه؟ مش لا مشكلة هو اشوف. عبده الامين بايظ، مش مشكلة اشوف. ده اه نصاب. اه اي عبده كلام. الامين جايب الفلوس دي منين؟ اه. عبده الامين الفروع دي ده عارف بتبدا احنا عندنا كلام. مشكلة ان احنا دايما اي حد في نفس المهنة، في كل مهن تقريبا، هو عنده اي رد على نجاح حد غير انه ناجح. اي حاجة تانية يعني، اي حاجة حقيقي. هقولها غير انك شاطر. ده حقيقي. اي حاجة بقى اللي هو نصاب بقى غلط، بايظ، حاجته امم وحشة، حاجته غالية، اي حاجة. بس ما ينفعش حاجة اقول ايه ده والله ده فلان ناجح فممكن ابقى طب ناجح تعرف زيه. والله يا احمد، انا لحد الان انا قليل لما بتعامل مع العميل، بس ممكن يجي الصدفه انزل من عربيتي بقابل عميل وانا طالع طالع الشركه مثلا، طالع المكتب قابلت عميل، فبيقول لي انا رحت عند مثلا شركه كذا، ردي اوتوماتيك من غير حتى ممكن ما اعرفوش، اقول له ناس محترمه احسن ناس. العميل بيبص لي بصه احترام. طب انت فاهم؟ بص انا اتعلمت القوي ما بيجيبش سيره التاجر، صح. الضعيف هو اللي يجيب سيره التاجر تاني. ده مبدأ في حياتي انا اتعلمته من ناس انا كنت اتعاملت معاهم بمعلمه قوي. خلي بالك انا اتربيت في التوفيقيه. طبعا انت عارف التوفيقيه طبعا. طبعا. اه التوفيقيه ده سوق التوفيقيه ده ده. موضوع. طبعا انت بتتعامل بقى مع حمل البلد في العربيات. فانت النهارده بتوصل لمرحله لا اللي انت بتعرف ازاي تحافظ على وضعك بقله الكلام مع الناس اللي انت تجيب سيره حد تاني. تحافظ على الحته دي قوي. طب انت ليه ما فكرتش تكبر موضوع الاكسسوارات؟ يعني ليه وانت اتربيت فيه وده إيه ما بيخلصش انا عندي لحد يعني؟ دلوقتي محلات، عندي فروع عندي في طنطا وفي اكتوبر في اكسسوارات. بس انت مش مديها نفس مش مديها الاهتمام طبعا، بتاع عبد اصل الامير. انا جبت اخر حد الاكسسوارات. بس هي دي ما بتخلصش ما بتخلص. يعني. لا، طول الوقت محتاجين ما اكسسوارات بتخلص عربيات. ما بتخلص. بس النهارده الفكره كلها اللي انا عندي مثلا عماله كتير، عندي موظفين كتير في اداره معينه، عندي ايجارات عاليه،
فالنهارده الوضع بتاع الاقتصاد لا مش هيكفي الحته دي. فده اللي مخليني النهارده مهتم بحته البروتكشن، مهتم بحته افلام الحمايه، ازاي النهارده اطور بقى في افلام الحمايه. في حاجه اسمها المعالجه الذاتيه طبعا للخدوش. طبعا. يعني ايه المعالجه الذاتيه للخدوش؟ بس عشان انا مش من هنا. يعني لا هو هو اسمه سيلف هيلينج ده في البروتكشن. هي في يعني هي بتنزل في الخامه نفسها، عشان مثلا لو الفيلم مثلا الحمايه اتخربش، فوطه جرحته، هو ماشي. بيعالج نفسه، يعني ايه يعالج نفسه يعني؟ بيتلم. يعني مثلا زي مثلا ايه، زي مفتوح مثلا فتحه كده، اه، ما خدوش خدش، لا بيعالج نفسه، الخدش ده بيروح خالص لوحده كده. لوحده مع السخونيه بتاعت الشمس. ده السيلف هيلينج يعني. ودي في الافلام اللي هي المحترمه، ما تلاقيش في الحاجات الشعبي. ده اللي هو بيلم نفسه مع طبعا نفسه، اللي مش نفسه محتاج ده اروح اعمل له لا 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 لا، مش محتاج صيانه صيانه خالص، ومش محتاج اي حاجه خالص لا يعني. والله. لا لا خالص، هو بيلم نفسه. طب ايه الموقف اللي مش هتنساه وتعلمت منه حاجه في حياتك وقت ما نزلت السوق مع الحاج الله يرحمه؟ لا انا اتعلمت طبعا مواقف كتير لا جدا. بس انت في حاجه اكيد غيرت لك دماغك، يعني موقف عمرك ما هتنساه، يعني دايما فاكر انك تحكيه. لا انا من المواقف اللي انا اتعلمتها قبل كده، كان بقى بدايه حياتي وبدايه اللي انا استورد، واول حاويه جبتها وقفت في كنت مستورد كده اكسسوارات. الاكسسوارات، وكان افلام حمايه الاثنين. اه. وقفت في المينا يعني، في الجمارك. اوكي. وقفت حوالي 4 شهور. لو اقول لك حرفيا انا بعت اللي ورايا واللي قدامي. خلاص ده انت كده 4 شهور، بعت ده كان اي زعلتك. حد غيري يقول لك لا خلاص يا باشا انا اقفل دي. كان عندي بقى فرع اكتوبر ساعتها، وعندي فرع طنطا، فرع طنطا. كان اي حد يقول لك لا يا باشا خلاص انا كفايه كده اقفل الدنيا وخلاص. خلاص. بس أنا النهارده زي ما بقول لك بعت اللي ورايا واللي قدامي، عشان النهارده بحافظ على الاسم. يعني واصل مرحله النهارده اللي انا احافظ على الاسم، اسم عبده الامين. فده الموقف اللي انا ما انساهاش ابدا يعني، ومن الحاجات اللي جمدتني وجمدت اسمي في السوق كمان. بس فلا الحته دي ما انساهاش ابدا يعني. لو انت هتطور بعد افلام الحماية، يعني الخطة اللي عندك انك هتكمل تزود فروع ولا هتعمل حاجة تانية في مجال العربيات برضه؟ بص احنا الان الفتره الجايه ان شاء الله، طبعا انا في حاجه، طبعا بفتح في دبي، عندي فرع في دبي. ما شاء الله. ان شاء الله الافتتاح حلو بتاعه أوي. في شهر 11. ما شاء الله. والافتتاح طب انت الجديد انت قلت برضه لي هتفتح في شهر 11 زايد، في زايد. 27 انت 11. قصدك الزايد ولا في الشيخ زايد في لا دبي؟ ممكن شارع الشيخ زايد في دبي. لا 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 لا، انا فاتح الحمد لله في دبي، هفتحه يوم 10 11. ما شاء الله. تمام. ده وعندي بدري الجاي ان شاء الله كمان حوالي اسبوعين. وفي عندي الافتتاح بتاع فرع زايد ما شاء الله. يوم 27. عامل افتتاح قوي جدا. وبالنسبه لي انا زايد دي العشق. يعني انت عايز تدور على عبده الامين هتلاقيه في زايد، رغم ان انا قاعد في التجمع. انا لسه كنت هقول لك ليه، طب وايه اللي معاك في التجمع ومع انك بتحب زايد؟ يعني انا جالي حكم ظروف. الاول. حكم الاول. انت عايز تحبسنا. لا ما حدش يقدر يقول للمدام لا ما لا. اقدرش، ما ما حدش اقدرش يقدر طبعا. يقول للمدام لا، ما كلنا بناكل نقدرش عيش. طبعا يا باشا حاج طبعا. عبده لو سمحت. يا باشا احنا مش عايز انام على السلم. ايوه انا بقول لك بتتفرج علينا فمش عايزين مشاكل انا ولا. جدع في شغلي قوي. احنا خلينا في الشغل. اغلب الشغل. طب انت شايف ان ايه اللي مصر محتاجاه في مجال العربيات عموما بشكل عام علشان تقدر تواكب اللي بيحصل في الدول اللي حوالينا او في اوروبا او النهارده انت النهارده لازم توصل لمرحله ان انت تصنع عربيات في مصر. اصنع؟ طبعا. وده مش التصنيع صعب. ده صعب طبعا، بس كل حاجه في الاول بتبقى صعبه وبعد كده بتبقى سهله. النهارده ما توصل مرحله ان انت تصنع في مصر عربيات، لا انت زي ما بيقولوا انت عديت من باب الجمال. وفرت عمله. انت تعرف العمله، احنا بنطلع عمله رهيبه عشان العربيات عشان طبعا. العربيات دي. طبعا مستورد ملايين العربيات. انت النهارده يعني انا من الناس اللي انا مثلا لازم كل سنه اغير عربيه. فانت هتقعد فانت تجيب من بره كله. اجيب من بره طبعا. فانت النهارده لما توصل مرحله اللي انت بتعمل عربيات هنا، والسوق المصري خلي بالك خلي بالك، انا عايز اقول لك على اقوى سوق فعلا هو السوق المصري. استهلاك رهيب. طبعا عربيات كتير اه جدا وماركات جدا كتير جدا. جدا جدا. فانت النهارده لما تعمل، يعني انت النهارده تعالى بص على عربيات الكهرباء اللي جايه من الصين، اللي كان اصلا ممنوع حد يركب عربيات صيني، غزت السوق المصري. لا ده بشعة. خلاص بطريقه رهيبه. يعني انت مبقتش النهارده انت هحفظ النهارده اساميهم. ايوه انت النهارده ليه ما تعملش حاجه زي كده؟ انت لو عملت حاجه زي كده الوضع هيعدي. انت ليه ما فكرتش تفتح معارض عربيات وانت بتحب العربيات فكرت يعني. أنا الفتره الجايه انا بعمل شركه استثمار عبد الامين، اه. شامله بقى حاجات كتير ان شاء الله. هتبقى في عقارات، معارض عربيات، مطاعم. الفتره الجايه دي هننزل بحاجه بوم يعني، برضه بالدعايه برضه. تحكي لي اول عربية فتحتها ركبتها كانت ايه؟ اول عربيه بتاعتك ركبتها من جيبك مش من حد. لا من جيبي، كانت داينو بيرا. الله عليك.
الله عليك. في 2009 كنت راكبها موديل 2006. ده انت مدير بس سنتين كنت الناس مظبطها بقى، كنت كمان. مدلعها انت طبعا، انت ما بتاع انا اكسسوارات كنت صح؟ شغلتي بقى. ده انا اول عربيه ركبتها كانت موديل 76، كانت اكبر مني في السن. 28 ولا ايه؟ 28 كانت موديل بس 76. 28 عادة باين، اه ولا صح؟ اه اه تعرف المانوال. العربيات دي انا كنت شغال فيها اصلا، يعني شغال في الاكسسوارات بتاعتها 28 وال ايوه 27. كانت معايا كده، انا كنت انا بقول عاملها لك انا ازاز جايبها من تحت كهرباء. قوي، خلي كنت عاملها بالك. ازاز كهرباء وسنتر لوك اه اه وطقم اه صوت وكاسه اه بريموت وبتاع. ايوه، الريموت يا- اللي هو البني. ايوه. طب ايه ده ايوه، انت كانت كنت شغلتي مستورده الحاجات ولا دي، لا ايه؟ كانت شغلتي. دي بقول لك انا كانت جايب اكتر الحاجات دي من حاجه، تحت يعني. والجنوط وبتاع. جونت الاسبوع بتاع آه. 13. طب احكي لي ليه فكرت تفتح شركه استثمار وهتخش في مجالات تانية زي المطاعم؟ انت لسه بتقولي مطاعم، فانا الكلمه لسه بص، خابطه انت في ودني. النهارده وصلت لمرحله اللي انا النهارده بتارجت مثلا ايه، فروع مثلا في اسكندريه وفي الصعيد. كده يبقى انت قفلت اللعبه في مصر. في البروتكشن. البروتكشن. النهارده بفتح في دبي، هفتح كام فرع في دبي، هفتح في السعوديه كام فرع. خلاص انت قفلت اللعبه. صح. غير كده بقيت يبقى انت مغطي بتحرق كل مكان. نفسك. اه صح. خلاص. النهارده بص، يعني الحمد لله بكلام الناس، يعني حتى انا كنت قاعد مع حد. النهارده انت بتلعب في حته معينه والباقي كله بيلعب في حته تانيه. صح. انت فاهمني؟ وده ما جاش بالسهل برضه يا احمد، خلي بالك. النهارده انا راجل شقيت لا طبعا وتعبت. مفيش حد نجح بص، بالسهل. ايوه، ايوه، مفيش ده حد اللي انا نجح عايز اقوله لك بالسهل، بقى. لا لا. مفيش حاجه. انت النهارده رقم واحد في حته الاعلام دي، النهارده انا متابع احمد مثلا. فانت النهارده وصلت للحته دي بشقه وتعب. اكيد محدش ما بيوصل. تقوليش ما تقوليش ان لا انت النهارده قمت من النوم لقيت الدنيا سهله. لا مفيش حد لقى يا باشا، الدنيا انت سهله. النهارده بتوصل لمرحله انت ما بتنامش. ضغطه اعصاب رهيبه. صح. دمك محروق. ما عندكش حته لذه الحياه. صح ما كده؟ تقدرش تقفل تليفونك كده باشا، تقدر وتفك يا دماغك. باشا. الدنيا معلش. تخرب. معلش، انا النهارده بجد انا ما عنديش وقت ولا عندي فكره اصلا ولا عندي واحد بال ان انا انزل اقعد مع اصحابي شويه. انت فاهم؟ انا على طول اقول انا بيتي ده محروم مني. تعرف ان مم. انا بنزل اشتغل مثلا لحد الان من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 2 و3 بالليل. انا قاعد في الشركه ما بتحركش، سواء بقى في اي فرع. ده اللي يخليك هتلاقيني. تنجح. اه طبعا، لان انا النهارده قاعد لكن على مالي. ايوه لو حد غيرك اللي قاعد اكيد مش طبعا قاعد على مالي. صح. فالنهارده ما فيش حد يعني بينجح. الموضوع ما بيبقى سهل كده. طالع عينه وبص وكفران. لا وبيتهاجم كل وبيتشتم حاجه بقى. اصل انت النهارده طالما انت ناجح هتتهاجم. صح. لو انت ما تهاجمتش اعرف ان انت اتركنت صح. او مركون. انا بقول لك انا في ناس بتهاجمني مهاجمه. لو انا باكل من رزقه مش هيهاجم كده. وما تعرفوش اصلا. والله ما اعرفه ولا حتى قعدت معاه ولا شفته. بس انا فيها ميزه حلوه. ودي اتعلمتها من الناس بقى اللي هم العتاوله في المهنه يعني، او المعلمين زي ما بيقولوا. النهارده اللي قدامك ده يقعد يتكلم يهبهب طول اليوم ولا في دماغك. وبجد انا عندي الحته دي. ولا في دماغي ولا شايفه اصلا ولا برد عليه. النهارده انا بركز في شغلي، بركز في نجاحي. من انا بركز انا بفتح فروعي. الدنيا كده خلاص، انا كده ناجح. هو بيقعد يتكلم، طب اقول لها ايه؟ بيتكلم ده يقعد طول عمره يتكلم. أنت فاهم؟ طب انت لو عايز تدي نصيحة لحد نفسه يعمل بيزنس وينجح، ممكن تلخص له الكلام في ايه؟ هم حاجتين انا طول الوقت انا ببص لهم. حته القرب من ربنا مم. دي مهمه جدا. حته الاجتهاد. النهارده لكل مجتهد نصيب. مفيش حد يعني هيوصل لمرحله اللي هو ينجح الا لما يبقى في تعب وشقه. فانت النهارده اتعب وشقه في اي مجال في مجالك. ربنا هيكرمك. فحته الاجتهاد دي مطلوبه قوي. بتحس انك مقصر في البيت طبعا. في تواجدك في البيت طبعا. بسبب الشغل؟ طبعا. طب بتتعوض ده ازاي؟ عارف انت بقى في مثلا ايه، لو في عيد مثلا باخدها نسافر. اه يعني بتحاول تلاقي لي اه وقت ان انت تراضي اه ده لازم. عشان طب ما انا تعيش، بقول ما لك انت بقى انا بتكلم في الشغل. انت هتبات في الفروع. ايوه. انت مش عندك 7 وعندي فروع. وانا عندي الكنب مريح جدا، خلي بالك بس في اي المكاتب كنبه عندي. اي فانت. كنبه انام عليها. اه فانت كل عيش هتروح تبات في البيت. لا انا مراتي ما شاء هي في الله. ظهرك دايما وبتساعدك. سند. سند. بتخش معاك في الشغل ولا؟ طبعا. طبعا. وعارفه معايا في الشغل طبعا. سند قوي جدا. ممكن الست هي اللي تفشل الراجل، وممكن الست هي اللي تخلي الراجل يبقى ناجح. احنا كناس عايز اقول لك احنا فلاحين. اه طنطاويه. في ست يقول لك ادمها خير وفي ست ادمها مش حلو. الادم طبعا. ففي ست فعلا تنجح الراجل وفي ست تجيب الراجل تحت. صح. وانا الحمد لله الست اللي معايا لا رفعني 7 سماعين. ربنا الحمد يحفظكم لله، اللهم لبعض لك الحمد. ويخليكم لبعض. اللهم لك الحمد. طب قول لي، لو انت صاحب قرار في مجال بتاع تجارة الاكسسوارات والبروتكشن، وصاحب قرار،
ايه القرار اللي ممكن تاخده يحمي الناس من اي مشاكل ممكن تحصل لهم من موضوع البروتكشن او المحلات المضروبه دي؟ ده النهارده لازم العميل يبقى مخلي باله، ودي بقى انا بقول لك هو عنده خلفيه. النهارده حته البروتكشن دي بقت فعلا اللي عنده محل في حاره بيكتب عليه بروتكشن ويشتغل. فالنهارده في عملاء مثلا تقول لك ايه، لا بابا ارخص، لا انت ما تروحش للارخص. بس انت النهارده معاك روح عربيه للاضمن بفلوس، طبعا. روح للاضمن. روح للاضمن. اصل انت الارخص ده هيبقى ارخص يعني مثلا هيبقى ايه يعني؟ مش هيكمل 10000 جنيه 15000 جنيه. لا ما تيجي تقسمه على 10 سنين، دي سلعه ماشي. بتبقى 10 سنين. وانت النهارده انت بتعمل بروتكشن عشان تحافظ على العربيه مش عشان تبوظ العربيه. انت فاهمني؟ والنهارده انا عندي بقى ميزه حلوه، عندي خدمه ما بعد البيع. ما هو البروتكشن ده لازم خدمه ما بعد البيع. اللي بس هي انت ايه لما بقى؟ يعني النهارده مثلا الفيلم ده مثلا في العربيه مثلا اتخبطت، اتحك الفيلم اتقطع خالص، اه تمام. النهارده تروح اي مكان تاني يقول لك تكلفه القطعه اللي التعديل هتغير. لا انا ما باخدش تكلفه. لا ازاي يعني؟ ما ده بقى مميزني. لا ليه استنى بقى؟ بس هقول لك. يعني انت ركبت البروتكشن عندي النهارده، حلو. انا رحت حكيت الباب، حلو. فهنغير الحته بتاعت الباب هنغير القطعه بتاعت الباب. من غير فلوس. انا عندي من غير فلوس. طب ليه انت كده بقى؟ تخسر حاجه. لا مش خساره. ليه بقى؟ النهارده انا عندي حته مرضيه العميل. النهارده احمد مثلا عنده العربيه بتاعته لا قدر الله اتخبطت، آه. غيرتها لك بقى. انت ماشي مرضي صح؟ جدا. يوم حد يقول لك انا عايز اعمل بروتكشن، هقول له عبده يا باشا انت الامير هتعمل لي دعايه بس. ببلاش. صح صح. انت وخلي بالك الدعايه اللي هي بتاعت ماوس الكلام تو دي، ماوس دي اهم ايوه، حاجه طبعا. دي احسن من الدعايه بتاع اقوى. السوشيال ميديا. هي خلي دي اقوى بالك. حاجه، لان في الاخر الناس وده اللي بيحصل بتصدق بعض. دلوقتي. وده اللي بيحصل دلوقتي. والنهارده انا واصل لمرحله اللي انا اغلبيه العملاء بتوعي انا هم اصحاب، بتعامل بصداقه، هم حابين لي الخير. فالحته دي خلي بالك بتبقى قويه مع اي تاجر يعني. واللي أوكي. مساعدني على الحته دي كمان اللي انا بستورد. الحمد لله حاوياتي بتخش، فعندي حاجتك. عندي شغلي وكمياتي في المخزن الحمد لله قويه. مش بعتمد على رول او اتنين اجيبه من اي تاجر عشان اشتغل. لا. طب هو ايه اكتر حاجه خطر على العربيه؟ الشمس ولا المطره ولا الميه ولا الغسيل؟ يعني إيه اكتر حاجه خطر على البويه بتاعت العربيه؟ المصريين. مسامير ايوه بيمشي يعملوا جرافيتي المصريين. على بيمشي البني ادمين، هي بيمشي الاخطر ايوه. لا حاجه. المصريين. اه يعني هم دول الكلام ده اللي بوظوا البويه. ما يحصلش الان. خلي بالك هو اغلبيه العميل ما بيعملش البروتكشن عشان شمس ولا الكلام ده بره في دبي يقول لك اه امال هنا بيعملوها هنا عشان عشان يخاف مسمار. من الكلاب والمسامير والحاجات دي كلها بتبوظ العربيه. او كلب يطلع فوق العربيه والحك صاحب. بتاع العربيه، يعني العربيه تحك في عربيه. اه احنا ماشيين النهارده لو نلوش. ايوه طبعا. اه ماشيين طبعا نلوش. النهارده لو الفيلم حماية مش موجود، انت يا باشا البويه اتشالت، بويه خلاص، خبطه بوظت بويه. ده ميزه الفيلم الحماية بقى. بس بابا في دبي، يعني لما سافرت دبي ودرست السوق، الناس بتحطه عشان الشمس. اه بس عشان موضوع الشمس. بسيط يعني. طبعا عشان الشمس وعشان الرمل كمان لما بيجوا طالعين اه الصحراء بتاع الكلام ده. التفحيط والحاجات دي بيحطوه عشان بيبوظ الحته دي. بس هنا في مصر لا، بيحطوه عشان عشان المصريين. عشان المصريين. بس حلو. ايه ايوه ده؟ ايوه. طب انت شايف ان ايه فرق الافلام الحمايه عن النانو ده؟ ايه هو ايه النانو؟ ايه افلام بص هو الحمايه؟ النانو ده ماده كده زي الزيت او ماشي. زي البولش. هي بتدي لمعه للعربيه، بس ما ليها تديش شغل حمايه. معين. لا ما بتديش حمايه. لا ما اوكي. بتديش حمايه خالص. هي بتدي لمعه زي يعني البولش دي كده. يعني دي مالهاش علاقه بدي. لا خالص. دي حاجه ودي حاجه تانية. النانو ده بيدي لمعه. بس هو النانو ما نجحش بقوته في مصر يعني. ليه بقى؟ كان من 5 سنين كان لسه طالع جديد، فكان الناس حابه وحابه حته اللمعه اللي في العربيه. اه طبعا. انت فاهم؟ مع الوقت خلاص بقى، لما انا بقول لك العميل فهم. بس انا النهارده مش هينفع اعمل النانو ده واحط فوقيه بروتكشن فياخد كل حاجه مع لا بعض. لا لا مش كده. ما هو ما تعملش انا كده عايز اخد خالص. الحمايه لا ما خلي بالك البروتكشن في نانو. اوكي يعني هو الخامه اوريدي نفسها فيها فيه، نانو، فيها لمعه. فهو انت مش النهارده محتاج. لو العربيه مثلا لونها اسود او اي لون، جايب نسبه اللمعه بتاعتها مثلا مثلا 70 80%، هي نسبه اللمعه بتاعتها كده، ان البروتكشن يديلها 100%. اعذر جهلي عشان حاجه سمعتها وعايز اتفضل. اسالك عليها. وفي حاجه اسمها بروتكشن بيلم تراب؟ لا في ناس كانت تقول لك ان في بروتكشن لما تحط لا بروتكشن لا يلم تراب على العربيه. لا مفيش الكلام ده. البروتكشن ده اصلا ما بيوقفش تراب على العربيه، عشان هو الملمس بتاعه ناعم خالص. فما فيش الكلام ده. مفيش. لا مفيش. بس البروتكشن لازم ليه استعمال معين. يعني انت النهارده ما ينفعش تمسحه فوطه زفره. يتجرح. لا هي ما هو الفوطه الزفره دي فيها جاز، اه والخامه اللي انت حاططها دي خامه بلاستيك، فبوظ. صح فلونها ده في تصفار. تفاعل صح. اه امال يتمسح بايه؟ بفوطه اسمها مايكرو فايبر. ايه ده؟ الفوطه يعني دي فوطه بقى معينه. فوطه معينه كده بتبقى قطن كده، خامه معينه كده، بتشيل بقى اي تراب عليها.
تجيبها من عندنا برضه احنا بنديها للعميل يعني عامه. اصلا انتوا اه بتديله فوطه كمان الفوط هديه؟ الفوط دي والحاجات دي احنا مستوردينها الله. برضه يعني. الله. لا لا احنا بنروق العميل، خلي بالك. ما هو اكيد عشان والله كده بروق بيجي العميل تاني. والله. خلي بالك انا بحب العملاء جدا يعني. انا عندي مبدأ اللي هو ايه، الزبون دايما على حق. اه. حتى هو غلطان بس الزبون دايما على حق. طالما في حاله واحده ما تخيلش مثلا خبط في حد عندي. ما قالش ادبه يعني، اه بس ما دام هو بادبه ياخد اللي وخلي هو عايزه. بالك ايوه خد عينيا. اه. النهارده العميل طالما بيتعامل يا باشا، بص لو قبل خد عينيا، قول لي شيل الفيلم اغيره لك حتى لو ما فيهوش حاجه. بس في عملاء تخش مثلا تخبط، الناس دي لا بتبقى رد فعلنا مش حلو. ما فيهوش بقى حاجه اسمها الزبون دايما على الحق، لا. لا اكيد ما حدش هيرضى انا ان محدش حد هيرضى. يجي يغلط انا في ما كمان مكانه. ما ارضاش لحد من رجالتي يتغلط فيه. لا مش هيجي يغلط في لان رجالتك في النهارده مكان. اي حد واقف في المكان هو عبده الامين. صح. انا النهارده بتعامل كده. وانا عندي مبدأ مع الناس اللي عندي الصناعيه او الناس الاداريين او المديرين. النهارده الناس دي بتعامل معاهم ان انا هم اصحاب. انا ما اتعاملش مع حد خالص ان انا صاحب مكان او صاحب شركه. فما عنديش حته الانا معاهم. لا. لا هتلاقيني قاعد في وسطيهم وبنزل اقف في الصاله وبتعامل معاهم خالص. الموضوع ودي خالص يعني. انا بقول لك انا في حاجات الحمد لله بفضل الله اللهم لك الحمد يعني ميزت اسمي حتى في وسط المجال. والمجال بتاعنا ده صناعيه. صح. فالصناعيه ايه بيقولوا لبعض. بيحكوا لبعض. فالنهارده لما يجي يقول لك انا شغال مع عبد الامير يبقى يقول لك لا ده عبد الامير ده راجل معلم معانا في التعاون. غير مثلا ما بتعامل معاه اللي انا راجل من فوق قوي. وانا البيه. قلبي. وخلي بالك احنا اغلبيه شغلتنا دي فيها بهوات كتير يعني. طبعا. انت فاهم. فالحته دي كانت ما كانتش احسن حاجه يعني. عرفت ازاي تتعامل بلغة السوق او بطريقة المعلمين كده وانت راجل في الاخر اداب اعلام يعني؟ يعني انت لما تيجي اللي تحطهم شوفني جنب يقول عليا يا بعض. فندي. يعني حطهم جنب بعض كده، اه ما اجيبها منين دي؟ لا كان ابويا عليه عامل كبير جدا يعني. يعني كان ابويا لا هو عليه. كان عنده حق لما نزلك السوق من طبعا بدري. انا نازل السوق انا عندي 8 سنين. 8 سنين. اه والله. وشفت في السوق ده، السوق هو اللي علمني. علمني الحياه. يعني كان يقول لك الدراسه هتعلمك وضع معين. وكان كلمه كده ابويا الله يرحمه كان يقول لك كلمه انا ما انساش لحد الان وبنفذها يعني. يقول لي انا عايزك تبقى باشا وفي نفس الوقت معلم. عارف انت حلوة الكلمه الكلمة دي؟ دي. يعني يقول لي ايه، يقول لي اركب عربيه حلوه، لبسك يبقى حلو، اسلوبك محترم، بس في نفس الوقت فكرك معلم. صح. فالسوق بيعلم. والسوق بيدي الواحد خبره قويه جدا جدا جدا. ليه؟ اصل انت في احتكاك طول الوقت مع الناس. النهارده بتعامل مع احمد وبتعامل مع الصنايعي وبتعامل مع الدكتور وبتعامل مع طبعا المهندس. طبعا مع بتعامل كل مع الفئات. الكل. فتخيل بقى انا حضرت ايام السوق لما كان ريون. عارف انت ريون؟ اه فاكره طبعا. ها فاكره تقف طبعا. عليه تبيع من العميل. اه فاكر. ده انا هنا دلوقتي ده انا فخفخينه يعني. اه انت ده هنا هنا مراكز فخفخينه يا وبتاع باشا. ومكتب انا يا باشا المكتب ودلع بتاعي وعندي ناس شغال. صح. انا اتعاملت لما كنت ببيع المسمار والكليبس آه. وكنت واقف على ريون اتعامل مع العميل. مش عميل بقى، الزبون في الدكانه. صح. فاهم. فهو ده اللي عمل شخصية عبد هو الأمير اللي عمل دلوقتي. الشخصيه دي النهارده. الحته دي اللي عمل الشخصيه دي. مين اللي بيحط لك سيستم الدعاية بتاعتك؟ عندي محمد عاطف. محمد عاطف ده اخويا. محمد عاطف اه ده جايبها معايا من تحت برضه. يعني ما كنتش لسه باين خالص فهو جابها معايا من تحت. هو اللي بيقول لك بيحط لك هو اللي سيستم ماسك الدعاية. الماركتنج كله. وانت بتابروفد معاه على اه طبعا بقعد اتكلم معاه. يعني لان يعتبر ان اكتر حد او اكبر حد عامل دعاية في المجال بتاعك ده ودى الشكل في حتة تانية هو انت. انا بصرف كتير دعايه. اه والنهارده انا بعمل كامبين دعايه مش يلا وخلاص. مش الله كده. حط 50,000 شغالك 3 4 ايام. لا انا بعمل كامبين. عندك فكر انك خارطة بتقرا طبعا. فين وجاي منين. طبعا طبعا. والحته دي خلي بالك خلتني اللي انا النهارده بجد حرفيا لو بكسب 10 قروش انا بحط 8 قروش دعايه. ليه بقى؟ الدعايه قويه جدا. في ناس ما بتفهمش ان في الدعاية دي حاجه مهمة. هتلاقيه مثلا طلع مثلا سنه 2 وبعد كده وقع. ما هو الفكره كلها الشغلانه بتاعتنا دي او انا بشوفها اي بيزنس دلوقتي في مصر لازم حته الاستمراريه. صح. النهارده ممكن واحد يضرب نار بس هو ما عرفش يحافظ على النجاح اللي هو فيه. انت فاهم. الحته صح. دي اللي انا بعملها دلوقتي بقى. مش اللي انا مشكلة النجاح، بحافظ على مشكلة النجاح. ان النجاح بحافظ على يستمر. النجاح. النهارده ممكن واحد يطلع في البروتكشن يبقى قوي هيركب على اسم عبد الامير. ماشي. طب انا النهارده ازاي احافظ على الحته دي؟
زي ما كنت بقول لك، ان انا ابقى في حته وكله بيحارب في حته تانية. صح النهارده انا بصرف دعايه كتير، صح وهي رقم واحد السوشيال ميديا. صح النهارده من غير سوشيال ميديا صفر. وتشوف انت الحته دي برضه احمد، دلوقتي الناس في اي مجال اللي كان اساميهم قويه جدا وما اهتموش بالسوشيال ميديا راح نزلوا طبعا. راح صح، ما عملوش نزلوا. ابديت بقى، عاملين زي النوكيا كده. نزلوا. راح نزلوا. يعني انا كنت شايف كان احمد الباز معاك، انا اه طبعا عندي من الغربيه يعني. وانتوا محترم ما جميل. شاء الله طنطا مطلعنا باشا عظماء. طنطا بتطلع اه ابطال. طلع عظماء. كان بيتكلم في حته كان برضه احمد باز من الناس اللي بتعمل ماركتنج قوي اه جدا يعني. طبعا النهارده قصف الكبابجي مثلا وصل لمرحله قويه جدا ازاي؟ بحته السوشيال صح ميديا. صح، معلش، اصل ده بيبيع مشويات، ده بيبيع مشويات، ده كله بيبيع شبه مشويات، بعضه في كله شبه الاخر. بعض يا باشا. في الاخر هتاكل في طبق واحد. صح بس حته السوشيال ميديا تخلي الزبون يقول لك لا انا اروح ابص على الوضع ده ايه، ومع الجوده بقى. جودة انا والمكان النهارده والستايل ايوه، النهارده انا بصرف، انت اكيد شفت فروعي عامله ازاي. شفت ما شاء الله. النهارده ما الحمد شاء الله. لله انا بصرف على فروعي مصاريف مهوله. يعني انا الفتره دي السنه دي عامل ابجريد للفروع كلها، ل7 فروع عندي والله. ليه؟ بوضبهم. ده لسه جداد يا معلم. بوضب. لسه انا كل سنه ما لحقناش. والله كل سنه بوضب والله، ومصاريف مهوله. طبعا طب معايا ليه؟ شركه طبعا ديكورات والكلام ده، هي اللي ماسكه لي الدنيا دي. بقول لك عامل ل7 فروع ابجريد. ليه؟ عشان اسم عبد الامير يفضل مستمر، عشان العميل يجي يلاقي الشكل بتاعه حلو. انا بقول لك انا العميل بتاعي مش عميل اللي هو راح يفيم عربيه ب 500 جنيه و1000 جنيه، لا، انت جاي العميل اللي هو الباشا لا، حافظ اللي على هيدفع العربية فلوس. بملايين طبعا. فهو جاي عايز يقعد في مكان محترم، مكان مكيف، استقبال محترم. هو داخل مستشفى، مش داخل مش داخل مش مركز داخل ايه. المركز. صح. بس رجل الاعمال عبده الامير، نورتني. حبيبي احمد، انا شرف ليا استمتعت. لا والله انت والله العظيم شرف انا ليا بحب الناجحين، حبيبي، فانا ربنا يخليك ليا. بتبسط لما بشوف حد ناجح. حبيبي ده انا كان نفسي من زمان اقعد معاك القعده دي. يا ده شرف والله ليا يا العظيم ريس. شرف ليا ده انا هاجي احضر وانا الافتتاح يا حبيبي كمان. ده امر. ده انا احتمال احضر ده امر افتتاح دبي وافتتاح زايد. حبيبي، ده امر والله، شرف ليا والله احمد، وانا يشرفنا متشكر والله. جدا. ودايما نبقى مع بعض كده ان شاء ودايما مع الله. بعض في نجاحات حبيبي كتير يا ربنا رب. يخليك ربنا حبيبي، يخليك. شكرا. شكرا على حسن متابعتكم، واشوفكم بودكاست جديد. ايجي بودكاست بزنس.